تفتكروا ليه افتتاح المتحف المصري الكبير عامل ضجة كبيرة جدا والعالم كله حرفيا بيتفرج على الحدث دوت؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. انا دلوقتي مش طالع ارص لك معلومات فانت تسمعها وخلاص على كده، لا انا عايزك تتخيل معايا فعلا الموضوع، طالع افهمك بمعنى صح. بيقول لك في البداية ان المتحف المصري ده اكبر متحف موجود في العالم كله. ايوه يا عم عادي، لا مش عادي، ده مش موجود مثلا على موجود في مصر او في قارتنا مثلا اللي هي افريقيا، لا ده اكبر متحف حرفيا في العالم كله في كل القارات. مفيش متحف اكبر من المتحف المصري اللي هو هيفتتح يوم السبت ان شاء الله. طيب المتحف دوت برضو ايه اللي بيميزه؟ ان هو مجمع حضاره واحده بس. ممكن متحف يكون فيه حضارات كتير جدا، دوت فيه حضاره واحده بس وهي الحضاره المصريه القديمه. موجود في المتحف دوت المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، وديت حاجة يعني انت عقلك ما يتخيلهاش اصلا. ليه؟ لان المجموعة ديت كانت موجود كل قطعة او كل قطعتين مثلا في متحف شكل، وعقبال اصلا ما نجيبهم ونجمعهم فده مجهود عظيم جدا جدا جدا. المجموعة دي كلها بقى موجودة في المتحف. طيب موجود ايه تاني؟ من اول ما تدخل المتحف وانت هتندهش من كمية الحاجات. اول حاجة اللي بنوه ناس مصريين، مصريين كلهم، يعني مثلا ما جبناش ناس من المانيا او من فرنسا او ويبنوا لنا ويبنوا المتحف، لا احنا اللي بناه بايادي مصريه على طول. طيب دوت كده مثلا بقالكم قد ايه؟ يعني شهر، شهرين، سنه؟ لا بقالهم 17 سنه حرفيا بيبنوا في المتحف دوت. مش 17 سنه اللي هو كده رقم، لا 17 سنه حرفيا. طيب ال 17 سنه دولت يعني صرفت فلوس؟ طبعا صرفت فلوس كتير جدا، بيقول لك مليار دولار للوقت ده كله عشان نبني المتحف دوت، ومجمعين فيه 58,000 قطعة أثرية. أنت متخيل يعني إيه 58,000؟ أنا مش عايزك تسمع الأرقام وتعديها، عايزك تفهم فعلا وتتخيل الأرقام، حاجة عظيمة جدا جدا جدا. وبجد لازم تفتخر إنك مصري بكمية العظمة وكمية الحاجات الجامدة جدا اللي مصر بتعملها اليومين دول، ولازم تروح المتحف عشان تتخيل قد إيه العظمة اللي أنا بتكلم عليها. وبس كده، سلام.